السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الكلام ده طبعا للناس الأنانية بس. أتمنى منكم يا جماعة أي حد يدخل على قناة أصحاب القنوات بالذات، ماليش دعوة بأصحاب الحسابات، شيء يرجع لهم. عايزين يشوفوا دقيقة نص دقيقة شيء يرجع لهم. لكن أصحاب القنوات اللي بيكتبوا له تعليق ويبقى اروح لهم واشير لهم على الأقل خالص من 3 دقايق ل5 دقايق، ممكن اخلص لهم الفيديو ويدخلوا يكتبوا له تعليق ويمشي، ما اقدرش اقول لكم غير حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ومش مسامحاكم لأن كل فيديو ليا بيقع بسببكم. ادخل الاقي واحده كاتبه له تعليق وتكتبش تعليق من الفيديو. ليه اي حد يكتب له تعليق خارج الفيديو مش هروح له، وهو مش عايزاك تدخلوا على قناتي لان فيديوهاته كلها وقعت بسببكم. انتوا ناس انانيه، ما تزعلوش مني ومش هسامحكم والله، لان انا بتعب كتير قوي على ما انزل الفيديو واعمله. فحرام، اتقوا الله اتقوا الله. اكيد يا حبايبي الكلام ده مش هيزعل غير الناس الانانيه، اما اخواتي وحبايبي اللي بيشوفوا لي الفيديو كامل او على الاقل نص الفيديو، احب اقول لكم جزاكم الله خيرا ولكم بالمثل ان شاء الله. وانا عارفه اللي بتكتب له تعليق مبهم ديت، بعرف ان هي اصلا شافت دقيقه ونص دقيقه وكتبت تعليق ومشت، وعشان كده ما عدتش هروح لكم، ما تزعلوش مني. انا كل مره اقول خلاص تاخد بالها واكتب لكم كده تحت الفيديو رجاء مشاهده على الاقل خالص 3 دقايق وتعليق من المحتوى يا جماعه. بلاقي الكلام ما جابش نتيجه خالص، عشان كده نزلت لكم اخر احصاءات. اخر فيديو كنت عاملاه بصوا عليه تاني كده هتلاقوه من دقيقه دقيقه ونص. فحرام انت كده بتضيعي تعبي وبتضيعي تعب غيري، وما تعرفوش احنا بنرهقوا نفسنا قد ايه في عمايل الفيديو يا جماعه. فرجاء اي واحده عارفه نفسها ان مش هتشوف له على الاقل خالص 3 دقايق من الفيديو، ما عادش تدخل على قناتي عشان ما توقعش الفيديو بتاعي. لان انا مش عايزاكي تدخلوا على قناتي، مش هروح لك ومش عايزاكي تيجي عندي، لان كده بتضيعي التعب وبتدي اشاره لليوتيوب بتقولوا له الفيديو ده مش كويس. عشان كده انا دخلت وطلعت ما كملتش 3 دقايق على الاقل خالص او 5 دقايق. وانا بعمل كده معاكم على فكره، انا بدخل عندكم كلكم، اي واحده بتجيلي بروح لها اشوف لها الفيديو كامل والله، واكتب لها ميم قاف يعني مشاهده كامله، او بشوف لها 3 دقايق او 5 دقايق. فرجاء الله يعزكم ويجعله في ميزان حسناتكم، اي واحده عارفه نفسها بتكتب تعليق من غير مشاهده 3 دقايق عندي او عندي غيري ما تدخلش على قناه حد، عشان حرام والله حرام. يعني مش عارفه ايه الانانيه دي. مع السلامه يا حبايبي. واللي يزعل من الكلام ده يبقى انسان اناني وما عندوش ضمير، واللي يزعل يزعل بقى في الكلام ده، لان كل مره اقول خلاص ياخدوا بالهم بعد المره دي. يا جماعه خدوا بالكم، يا جماعه تعليق من الفيديو، يا جماعه مشاهده على 3 دقايق. كل شويه ادخل على احصاءات الفيديو الاقيه دقيقه دقيقه ونص. زعلت بصراحه يعني، فقلت بقى لازم انزل كده بالفيديو ده واقول لكم علشان كل واحد يعرف نفسه. ومش عارفه قلت لكم ليه تكتب لي تعليق مبهم، اعرف ان هي مشاهده انانيه وما شافتش الفيديو ولا عرفت ايه اللي في الفيديو بقى، غير اذا كانت بقت واحده ضميرها ميت خالص وهتسرع الفيديو تكتب لي تعليق من الفيديو عشان اروح لها. هقول لك انا مش مسامحاكي، لان انا ما تعرفوش انا مضغوطه قد ايه في حياتي علشان ربنا يكرمني من القناه ديت وتتفعل وربنا ياكلنا من لقمه عيش. ف مش عارفه، ما عادش عندي كلام اقوله غير اقول لكم مع السلامه وخلاص.